المنتخب التونسي ينهزم امام المنتخب الياباني يعني ب4 الحمد لله ربنا ساتر عليهم. مباراتهم اللي راحت مع السويد كانوا يلعبون الساعة 4 الفجر، الحين الساعة 7 الصباح، يعني ما حد شاف مبارياتهم. ما حد يدري عنهم. نص العالم ما يدرون ان تونس مشاركة. جت اللجنة المنظمة قالت تونس حياكل برشا اهداف، خلينا نستر عليه، حطوا اخر الليل لان الليل ستر، حطوا اخر الليل. قالوا مين ودكم اللي يتفرجون عليه؟ قالوا حطوا السعودية الساعة 7. سوري الساعة 7، حطوها الساعة 7. الجن والانس كلهم معطلين، يعني بنلعب بين المغرب والعشاء. يعني مباراتنا اليوم يعني حيتقهون عليها. حيتقهون عليها. لعين حق اللجنة، كان حطنا الساعة 4 7 على الأقل، لو خسرنا الليل ظلام، الليل ستر، مغرب والعشاء حتى الشياطين ما تنام. يقول لك مو بزين. مو بزين. يلا اسال الله التوفيق ان شاء الله باذن الله، ان الصقور خضر يسوونها باذن الله، نتعادل على الاقل عادي. مش كان مباراه الساعه 7، يعني كل العرب والخليج فاضيين، الامم المتحده بكبرها فاضيه. يا اخي نفسي اقعد مع لعيبه منتخب تونس واسالهم كام سؤال كده في وشهم. هو انتوا يا ابني ما بتعرقوش ليه؟ وما تقوليش احنا حاطين على وشنا صن بلوك. هو انتوا يا ابني ما بتزعقوش ليه مع بعض؟ هو انتوا يا ابني ما عندكمش شويه جرينتا ليه وتقعدوا تتخانقوا مع بعض وتحمسوا بعض؟ فين يا ابني الروح القتاليه بتاعتكم؟ انا مش فاهم. احنا عملنا زي اللي غير السواق والموتور واحد، ما هو نفس الموتور. منتخب اليابان النهارده بيثبت لك ان المشكله مش في هيرفي رينارد، المشكله كبيره جدا من اول الاتحاد التونسي لجوده اللعيبه. الراجل ممكن انه يرفع الخطه ويرفع التشكيله، ولكن مش هيرفع جوده اللعيبه. احنا مش جايبين ساحر جامايكي يا عم تونس، ولكن اللعيبه النهارده اقسم بالله ما بتعمل بالتيشيرت اللي هي لابساه. اقسم بالله النهارده لعيبه منتخب تونس ما مقدره ان في 13 مليون تونسي سهران علشان يشجع المنتخب. يا اخي قسما بالله تحياتي لكل واحد راح شغله وما خدش اجازه من شغله زيي عشان يتفرج النهارده على منتخب تونس. وما تقوليش مالك يا عمي وشبيك انت مهبول، هو منتخب تونس هيكسب اليابان يا عم؟ مش عايزه يكسب اليابان. انا نفسي احس ان المنتخب التونسي بيحاول انه يعمل اللي عليه. يا شباب احنا دخلنا التاريخ بس من حته تانيه مش هينفع اقول لك عليها. منتخب تونس في تاريخه لأول مرة يستقبل 9 أهداف في مونديال كأس العالم في أي نسخة، وكمان ده لسه فاضل مباراة هولندا. ده في مباراة هولندا إن شاء الله هندخل كده موسوعة جينيس. أعمل إيه لما أنت تاخد 4 من اليابان وتاخد 5 من السويد؟ غيرت مدرب بتاع السويد وجبت مدرب هيرفي رينار في اليابان والفرق واحد. دي فرق 4 ودي فرق 4. تتفرج النهارده المساحات الشاسعه اللي بيسيبها اللعيبه بتاعه تونس، اموت واعرف ايه هو السبب. اللاعب بتاع منتخب اليابان وهو معاه الكوره يقدر يطلع موبايله ويدخل على جوجل مابس ويشوف اقرب مطعم سوشي يروح يتغدى فيه ويرجع قبل ما حد يفكر ان يضغط عليه. ليه بقى؟ المحاولة الوحيدة اللي عملتوها النهارده ان انتوا حاولتوا ان انتوا ترفعوا ضغطنا. يا اخي كنت اتمنى اي حاجة. 4 أهداف مقابل 0 تسديد على المرمى، 0 فرصة، 0 محاولة، 0 روح، 0 اي حاجه النهارده من المنتخب التونسي. الهدف الثاني اللي دخل اللاعب عمال يعزم على الكوره، واخد بالك، من اذان الفجر لحد الساعه 9 صباحا، واللاعب بتاع منتخب تونس عمال يتراجع للخلف لحد ما سجلها في ايمن دحمان اللي اتشاط عليه 5 تسديدات تقريبا اتسجل منهم 4. اليابان مش معروف عندها ان هي عندها طولات. اللاعب اللي سجل هدف اي نعم طوله متر 82، ولكن كان في 2 جنب الحارس في الهدف الرابع، واللاعب بيلعب الكوره بهده بكل اريحيه والكوره بتدخل عادي. 1 2 بيعملوه في الهدف الثالث وبيتسجل. الهدف الاولاني انا شاكك ان هو فاول، ولكن مش هيغير النتيجه. لكن الفضيحه النهارده ان في الشوط الثاني المنتخب الياباني هدى الريتم وحاول ان يلعبك على التحولات، سجل هدفين وضيع له هدفين. اما المنتخب التونسي انا ما اعرفش بصراحه، يطلع لاعب تطلع شنجل تنزل لي منجل، تطلع مش عارف ايه تنزل لي ايه، مش شايف اي حاجه. منتخب احرف واحد فيه واشطر واحد فيه وامهر لا واحد فيه اسمه حنا بعلي المجبري، بيلعب في نادي برينلي اللي هو في دوري الدرجه الثانيه. غير كده انا مش فاهم حاجه. انا مش فاهم بقى اللعيبه اللي موجوده اذا كان الصخيري ولا الطلبي ولا فاليري ولا حتى علي العبدي. علي العبدي انت النهارده بتلعب ماتش اعتزالك، انت وتونكتي اللي كنا بندافع عليه في بطوله افريقيا، انتوا النهارده كنتوا بتلعبوا ماتش اعتزالكم، وبرون
وبن سليمان والياس سعد. فالح انت الياس في الصبغه وبتاع، شكلك حلو وجميل وكل حاجه. هارد لك للجماهير التونسيه والجماهير العربيه. منتخب تونس بيودع مونديال كاس العالم، بالتوفيق لكل المنتخبات العربيه. وانا بحاول اهدي نفسي، ولكن هتلاقي الكرسي بيترعش، ما عنديش زلزال ولا اي حاجه. انا اللي قسما بالله المباراه وطرت اهلي من الاداء مش من النتيجه يا اخوانا والله. انا من الاحراج حاسس ان انا حرفيا في نص الباب. المنتخب التونسي بيخسر من المنتخب الياباني برباعيه نظيفه. المنتخب التونسي في ماتشين في 180 دقيقه في بطوله كاس العالم شايل 9 اهداف، 4 من اليابان و5 من السويد. بالنسبه لي ان الحاجات اللي زي كده، خصوصا الحاجات الياباني، بتبقى عليها بلور. لا، احنا النهارده اتفرجنا على المنتخب الياباني بينفض المنتخب التونسي، ووشوش لعيبه منتخب اليابان ظاهره عادي جدا. بمناسبه موضوع الوشوش ده، حارس منتخب اليابان، لو انت ما تعرفش عنه حاجه، ده اول لاعب اسمر يشارك مع منتخب اليابان. وما كنتش اتفرجت عليه على مدار ال 90 دقيقه في ماتش تونس واليابان، تقدر تتعرف عليه دلوقتي. كالعاده اكتر حد بيبقى صعبان عليا في المعادله دي هو الراجل ده، عصام الشوالي النهارده، اللي كان ممكن لا قدر الله يجي له جلطه بسبب اداء لعيبه منتخب تونس. عصام الشوالي اللي صرح وقال وهو بيعلق على المباراه: يا ريتنا ما كنا رحنا كاس العالم، يا ريتنا ما تاهلنا للمونديال، كان ناقص بس يقول يا ريتني اتولدت صومالي. عصام الشوالي اللي هو بيعلق على الماتش قال لك: لو انا بلعب في منتخب اليابان وانا المهاجم بتاع منتخب اليابان في مباراه زي دي، انا اخد الهداف التاريخي لبطوله كاس العالم بكل سهوله. ده المعنى والشكل الحقيقي لكلمه بالونه. لاعب منفوخ نفخه مش طبيعيه، والنفخه دي انا معرفش على ايه. ليه ده بيلعب في الدوري الانجليزي؟ حنبعل الجمبري ده اقسم بجلاله الله لو ما كان اتولد في اوروبا، والله بامكانياته بمستوى لعبه مع المنتخب التونسي ما يلعبش في الدوري التونسي الدرجه الثانيه. لكن فعلا الكره حظوظ. لاعب زي ده بيلعب في الدوري الانجليزي، واحنا عندنا لعيبه في مصر زي مثلا امام عاشور يفصل منه 7 لعيبه. فمنتخب تونس هو الاسوأ عربيا في المونديال، ومش بس الاسوأ عربيا، منتخب تونس هو اسوأ منتخب في النسخه الحاليه من بطوله كاس العالم. المنتخب ده اسوأ من بنما، واسوأ من هايتي، واسوأ من منتخب كوراساو. المنتخب ده بيسجل أسوأ أداء في بطولة كأس العالم. المنتخب لو جيت تبص على الهجمات اللي هم عملوها على مدار ال 180 دقيقة في الماتشين، هجمات تتعدى على أصابع الإيد الواحدة. والمنتخب التونسي من فشل لفشل أكبر. بعد ما فشلوا في البطولة العربية، بعد ما كانوا بيلعبوا بالمنتخب الأول، قال لك هنعوض في بطولة كأس الأمم الأفريقية، فبيفشلوا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، فقال لك خلاص بقى احنا هنعوض في كأس العالم عشان يخشوا بطولة كأس العالم يعملوا أسوأ أداء للمنتخب التونسي في تاريخه. الازمه الحقيقيه اللي محدش واخد باله منها ان زي ما بقول لك منتخب تونس لعب ماتشين، واحد مع السويد وواحد مع اليابان، شال 9 تجوال، ولسه ما لعبش المنتخب الهولندي، لسه ما لعبش مع اقوى منتخب في البطوله. فمنتخب هولندا مرشح وبقوه في الماتش الجاي قدام منتخب تونس ان هو يخش موسوعه جينيس. كودي جاكبو مرشح ان هو ينافس ميسي ومبابي على الهداف التاريخي لبطوله كاس العالم. المنتخب التونسي بعد انتهاء المباراه لما يجي يرجع على دوله تونس هيحجز طيارتين، طياره يرجع فيها لعيبه المنتخب والجهاز الفني للمنتخب، والطياره تانية شايلين فيها الاهداف. اسمع افضل معلق في تاريخ كرة القدم عصام الشوالي بيقول ايه على هزيمة منتخب تونس امام اليابان في تعليقه على المباراة. 16 تصريح، 16 جملة يتبروزوا، اقسم بالله. اسمع حزن عصام الشوالي والجمل القوية اللي قالها في المباراة. اصعبهم بالنسبة لي قال لك: ربحنا 10 مليون دولار للمشاركة في كاس العالم وخسرنا شرف الكرة التونسية. جملة قاسية قوي وجملة صعبة قوي، وزعلان جدا على الحالة اللي كان فيها عصام الشوالي والحالة اللي وصل لها منتخب تونس. رقم 2 قال لك: لهذه الدرجة ما عندناش ملاعبية، ما عندناش لعيبة، شايف ان لعيبة منتخب تونس دول مش لعيبة كورة اصلا. ثالث جملة قال لك: اقل منتخب في البطولة كلها هو المنتخب التونسي. الرابعة قال لك: المنتخب التونسي مهدد انه يكون الاخير، رقم 48، وده اللي انا قلته والناس زعلت مني. رقم 5 قال لك: منتخب كوراساو اللي شال 7، اللي استقبل 7 أهداف من المنتخب الألماني، صنع هجمات ومحاولات أكثر من المنتخب التونسي. رقم 6 قال لك: اللي بيحصل مع منتخب تونس لا أسميه غياب الروح، ولكن هذه إمكانيات اللعيبة المحدودة. 7 الشوالي قال لك إن الرئيس اتغير لكن العمال هم. تغيرت المدرب لكن اللعيبة زي ما هي
فما تستناش نتيجة تانية. 8 قال لك يا ريتنا ما ترشحنا ولا وصلنا لكاس العالم. تخيل انه وصل بيه الحال انه كاره انه يشوف منتخبه اصلا في كاس العالم بالحال ده. يا ريتنا ما ترشحناش ولا رحنا البطولة اصلا. 9 قال لك نفس مباراة السويد، شاطوا 7 شوطات سجلوا منها 5 اهداف. الكلام ده كان في الشوط الاول. قال لك اليوم سددوا 3 تسديدات سجلوا 2. يعني مش فارقة، دحمان زي الشماخ، الاثنين اسوأ من بعض. رقم 10 قال لك اسوأ منتخب في تاريخ تونس ككل. انا لو صاحب القرار اسرح كل اللعيبة دي واسيب 4 لعيبة بس من السكواد كامل من القايمة كاملة. رقم 11 ودي صعبة قوي، كان ساكت في فترة كده. قال لك العادة اني ما اسكتش في مباريات المنتخب التونسي، لكن اسكت ادعي ربي ان المباراة تنتهي. قال لك شوية تعليق وشوية دعاء. رقم 12 والكرة موجودة مع منتخب اليابان، قال لك حصة تدريبية لمنتخب الساموراي. متخيل حصة تدريبية في كاس العالم في مباراة حاسمة بالنسبة للمنتخب التونسي. رقم 13 قال لك المشكلة ان المباراة القادمة امام هولندا. الراجل شايل هم اللي جاي، يعني شايف ان اللي جاي اسوأ واسود من اللي هم بيلعبوه دلوقتي. رقم 14 قال لك فضيحة في المونديال، ماذا تنتظرون لاتخاذ قرارات تغير من شكل الكرة التونسية. رقم 15 قال لك هولندا ستتصدر المجموعة لانها معاها 4 نقاط واليابان معاها 4 نقاط، لكن هيفصل بينهم فارق الاهداف. اليابان عندها مباراة صعبة امام السويد وهولندا عندها مباراة سهلة، مباراة محسومة امام المنتخب التونسي. متخيل العجز، متخيل اليأس اللي هو وصل له. ورقم 16 كان لاعب منتخب تونس حنبعل المجبري بياخد الكرة بسرعة عايز يلعب، بيقول له مستعجل على شنو؟ مستعجل على ايه؟ تعطيهم الكرة يزيدوا ويحطوها في الشبكة. اقسم بالله حاله كان واصل ليها عصام الشوالي صعبه جدا. بعشق عصام الشوالي، بالنسبه لي مش المعلق رقم 1 في الوطن العربي، هو المعلق رقم 1 في التاريخ، ومفيش حد بالنسبه لي يقارن بيه ولا يتحط جنبه. لا تقول لي مع احترامي لكل الاسامي اللي موجوده، بالنسبه لي عصام الشوالي في حته لوحده. الكلام اللي قاله مؤثر جدا، يوجع جدا جدا جدا. الناس زعلانه مني ان بنتقد المنتخب التونسي. عصام الشوالي اكيد ما حدش هيزايد على عصام الشوالي وعلى حبه لمنتخب بلده وحبه وعشقه لتونس، لكن كان بينتقد منتخب بلده بمنتهى القوة لأنه شايف تونس سيئة جدا، شايف المنتخب التونسي بيقدم مباراة كارثية. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، تونس قاعدة تضرب بنتائج تاريخية ومهينة للأمانة يا أخوان. يعني قبل كأس العالم تونس انهزمت من أمام بلجيكا بخماسية 5-0، وانهزمت ضد السويد بخماسية أيضا 5-1، والآن 4-0 من اليابان وقابلة للزيادة. لا يا تونس، لا يا تونس، لا 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 لا. طيب ليش تونس تشارك في بطولة كأس العالم طالما بتظهر بهذا المظهر؟ لماذا؟ لماذا يا رجل؟ يا رجل اللي يصير لتونس كأنه يصير لنا. يا أخي حنا قاعدين نتألم، والله حنا قاعدين نتألم. ها منتخب عربي يا رجل. والله حرام عليكم، والله فضيحة كبيرة، والله فضيحة كبيرة، والله فضيحة كبيرة، والله خيبة أمل كبيرة. كأس العالم 2026 مش تقعد نقطة كحلة، نقطة سوداء في التاريخ. هذا ما صارش، والله ما صار. 4-0 اليوم تخسر ضد اليابان، كنت تاكل 8، كنت تاكل 9. الماتش اللي قبله 5، 9 أهداف في 2 مباريات، ومازال ماتش هولندا عاد. يا ساتر، وبرا من هولندا اللي لازمها تمركي برشا أهداف زادة باش تلعب على المرتبة الأولى. في الماتش الودي قبلها واكل 5، 14 بونتو في 3 مباريات، 9 أهداف في المونديال. انت أكثر منتخب تو سيء في المونديال. انت حتى كوراساو أول مرة يشاركوا واكلين 7 على الماتش الأول، رجعوا والماتش الثاني لعبوا وعملوا تعادل، وضد الإكوادور هاجموا وكانوا يدافعوا ويرجعوا. انت لا دفاع لا هجوم لا وسط لا تكتيك لا روح. يا ودي والله تقعد تلعب من هنا 500 ألف عام وضد أي فريق ونجيبولك يا ودي المدرب اللي تصور وانت في مخك جوارديولا ما تعمل شيء. والله خسرت الجمهور اللي مشى، خسرت المواطن اللي بقى يتفرج وفي الفجاري قاعد يتفرج على الماتش. جينا باش نشاركوا في مونديال تيما، وكان ما شاركناش خير، كان ما مشيناش خير كما قال الشوالي. ولازمك تعرف كل حاجة عندها أسباب. ما عناش بطولة، ما عناش كورة، ما عناش تكوين، ما عنا شيء. وخرنا وقت اللي الناس تقدم، نحن ما بقيناش في بلاصتنا، لا بقينا نوخروا. نكسة كبيرة، ولكنها هي فرصة كبيرة باش تكون للمحاسبة، باش نحاولوا نصلحوا، باش نحاولوا نرجعوا. ما كانش للأسف. باي باي كرة القدم في بلادي. في طريقة للانسحاب من كأس العالم؟ لأن الفرق العربية فهمانة قصة كأس العالم غلط، مش شطرة بس تتأهل.
شطارة تتأهل وعلى القلة بس بدك تطلع ما تتبهدل. تونس، اليابان فرق العربية تبع آسيا عم تاخد كانت اليابان آخر كم سنة. خيبة أمل والله لتونس. خروج تونس من كأس العالم بصراحة الصدمة. يعني أوكي يا تونس قال لهم بس إنه 5-4 9 جوال مباريتين. تونس إلى أين؟ شوف الله يشيرنا كمان بكرة شو في السعودية وفي العراق. كل الدعم كلياتنا مع السعودية قدام اسبانيا وكلياتنا مع العراق امام فرنسا. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله رب يعملوا نتائج موفقة. شوالي يا جماعة يقول اليوم لو العب ضد تونس باش نصير الهداف التاريخي للمونديال، راح يصير الهداف التاريخي للمونديال. وصف يدل على الكارثة الكبيرة اللي سوتوها. اقسم بالله عليكم ان تكونوا خجولين من انفسكم على الاداء السيء جدا اللي قدمته. ما ابالغ اذا قلت ان هذه واحدة من اسوأ نسخ المنتخبات العربية اللي شفتها في المونديال. تونس اشتعمل يا عالم، اشتعمل. اداء هزيل جدا في مباراتين على التوالي استقبلوا فيها تقريبا 10 اهداف. 10 اهداف حتى ممكن تصير اكثر من كذا. 10 اهداف. انتوا ايش تسوون جايين لكاس العالم؟ كيف انت تروح لكاس العالم على اداء كبير انت تقدمه، اداء كبير تتاهل فيه من قارتك عشان تروح تلعب في كاس العالم، وانت مو منتخب صغير، انت مو منتخب اول مره يشارك. ايش الاداء الكارثي اللي تطلعوا فيه هذا؟ الصدمه مو كذا بس، هذول 5 هزايم على التوالي حتى الان وبنتائج ثقيله جدا. انت لما تشوف منتخب كبير يقدم الاداء هذا، الاداء السيء هذا، انت لازم تعرف مباشره حتى بدون ما تبحث في التاريخ ولا تشوف ايش اللي قاعد يصير، تعرف انه في مشاكل اداريه. والله انا ما ادري ايش اللي صار لك، 100% في مشاكل اداريه. الاتحاد التونسي انتم ما ادري هل انتم شاهدين على هذه الكارثه اللي قاعده تصير؟ عيب 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 والله عيب. يرجع بيا الوقت الا ما نمشي للجمهور التونسي وللجامعه التونسيه نقول لهم رد بالكم كان تشاركوا في النسخه هذه نتاع كاس العالم. رانا مش نتخبطوا، رانا مش نوليو ضحكه ما بين العرب. تعرفوا اللي بهيم القصير اللي في وسط المجموعه، السويد تخبطك، الهولندا تخبطك، اليابان تخبطك. قسما بالله عار اللي يصير فينا عار. مزال اصبروا ميزالة هولندا. حرقة كابتن عصام الشوالي في اللقاء بتاع اليابان وتونس النهارده مقطعه لي قلبي. تعليقاته بعد كل هدف تعرفك ان الراجل ده محروق من جوه حرقه مش طبيعيه. بيقول لك احنا وصلنا كاس العالم، حصلنا على 10 مليون ولكن خسرنا شرفنا جوه، يا ريتنا ما صعدنا، ده اسوأ جيل يمثل منتخب تونس في التاريخ. وبيتكلم على هيرفي رينار بيقول لك غيرنا الرئيس ولكن العمال هم مفيش حاجه هتتغير. في الاحتفال بان اللقاء رقم 1000 كان بيتلعب ما بين المنتخب التونسي والمنتخب الياباني كانت فضيحه. اقسم بالله اللي شاف الهدف الثالث هيقول النهارده كانوا بيتدربوا. كابتن عصام الشوالي بيقول اليابان حصه تدريبيه اليوم، بيتدربوا بيلعبوا مع نفسهم قدام خشب. حرفيا الهدف ده عرفني ان تونس لا عقل ولا جسم ولا اي حاجه. ايه اللي حصل في الهدف ده؟ ثرو واحد ضرب بيه 3 مدافعين وهم عادي جدا اتسحبوا، مفيش اي تفكير خالص. وهيرفي رينار اللي عامل محروق وبتاع، يا باشا انا عارف ان انت جيت تاخد السبوبه بتاعت ال 30,000 يورو بتوعك وهتتكل على الله. من الدقيقه الرابعه بيستقبلوا اهداف. ده اليابان جالها جاب كبير كده من الدقيقه 30 تقريبا لحد الدقيقه 60، نص ساعه بيلعبوا مع بعض، مش عايزين يهجموا عليك اصلا، مش عايزين يسجلوا اهداف. لما فاقوا تاني سجلوا الثالث والرابع وبهدلوا الدنيا على الاخر. انت متخيل ان في هدف دحمان شاله كمان في الشوط الاول؟ يعني كانت هتبقى 5 مع الرأفه، شالها من على الخط بطلوع الروح ولكن ما فرقتش في حاجه. انتوا كده طلعت روحكم من بدري. ولا الهدف الرابع اللي قويده طالع بدماغه لوحده خالص وقلبين الدفاع واقفين على الزاويه اللي هناك مش عارفين يجيبوا الكره من قلب الجول. الكره سهله ومعموله كده وحاجه يا اخي في قمه الرعونه والله. كابتن عصام كان نفسه وهو بيمارس التعليق ان هو يشوف منتخب بلاده بيتأهل لدور ال 32 بيشرفه ويصعد من المجموعات، ولكن للاسف هو حظه كده معاهم. عشان رسميا المنتخب التونسي بيخرج من كاس العالم من دور المجموعات بفضيحه، اقل ما يقال عليها فضيحه، لانه اكتر منتخب لحد دلوقتي في كاس العالم في اول جولتين بيستقبل اهداف، 9 اهداف. ده كوراساو عرفت النهارده تحافظ على نظافه شباكها
يا رب ان شاء الله ناكلوا 3 من عند هولندا ويزي. ما عادش عندي جهد باش نشوف 8 و7 الماتش الجاي. راهو بالرسمي الجهد متاعنا ما عادش يتحمل. الوقتاش المنتخب متاعنا كان ياكل في ال5 وفي ال4 ما كناش نشوفوهم. مونديال 2018 راك معدل ضد انجلترا، هاري كيني مارك عليك في الاخر. انجلترا تربحك بس بلجيكا في الطمك متاعها 2018 هازار ولوكاكو ودي بروين والكل عطاتك 5 و5-2 وماركه بينالتي. يدي يزي خلينا نصلحوا يزي. ما عادش نجم نتحمل سكور اخر. والله لا عاد فيا والله. صرنا شرف الكرة التونسية، ده كان عنوان قاله عمنا عصام الشوالي على خروج منتخب تونس من كأس العالم بعد ما اتغلب النهارده ضد اليابان 4-0، هزيمة مذلة ومهينة لنسور قرطاج. اللي وقت تعليق عمنا عصام الشوالي قال لك يا ريتنا لم نتأهل للمونديال. يا جدعان بجد الشوالي حاله يحزن جدا. تخيل ان الماتش اللي فات عمال يندف في المدرب ويقول لك احنا ما عندناش كورة، فقاموا ماشيين المدرب وجابوا هيرفي رينارد في ظاهرة غريبة اصلا. رينارد بلع 4 الماتش اللي فات، تطوروا بصراحة. الماتش اللي فات 5 النهارده 4. الراجل ده لو حصل له حاجه هيبقى في رقبه المنتخب ده اقسم بالله وما هيسامحهم لا دنيا ولا اخره. منتخب تونس في اخر 3 مباريات لعبهم، وديه ضد بلجيكا ومباراتين في كاس العالم، داخل فيه 14 هدف. النهارده 4 والماتش اللي فات 5 واللي قبله 5. اهدافه ملخص المباراه وبث مباشر لمباراه منتخب مصر وكل ماتشات كاس العالم في اللينك اللي في البايو. احتفاليه الماتش رقم 1000 في كاس العالم في المونديال اللي المفروض هتبقى ذكرى لسنين وسنين. منتخب تونس بيفلت منها. يعني تخيل ان 4-0 دي مش فضيحه والله، اللي النتيجه كانت ممكن تبقى 5 و6 و7. يا راجل ده منتخب اليابان حسيت انه خلاص يعني ولا كانه بيلعب ماتش ود. بتتفرج على منتخب، انا مش قادر اقول منتخب، بتتفرج على فرقه درجه رابعه مش قادره اللي تعمل هجمه ولا عارفه تدافع ولا عارفه تعمل اي حاجه غير الكره اللي حضرتك شايفها قدامك دي تخطى خط المرمى. لكن تقنيه خط المرمى قالت ان هي مش هدف، فرجعوا بالذاكره كده لكره اليابان ضد، فاكر انت الماتش ده كان مين؟ حداك لو فاكره يعني، قال لك ان دي اتحسبت وقتها هدف، دي النهارده ما اتحسبتش هدف ضد تونس. 4-0 المنتخب التونسي يودع على اثرها كأس العالم كأول منتخب عربي يودع كأس العالم 26. خسر من اليابان 4-0. حتى عصام الشوالي كره التعليق بعد على المباريات، راح يترك التعليق لأن منتخب تونس جلاطة يعني انتقد اللاعبين انتقاد حاد. مسكت ما جامل أبدا. يعني أول مرة نسخة من كأس العالم يتواجد بها 8 منتخبات عربية، وإلى الآن المنتخبات العربية صراحة مستوى ضعيف، صورة سيئة للكرة العربية. يعني لو كنا نعرف هيك المشاركة يعني عدد بدون جودة، للأسف لا كان المفروض نخلي بس مغرب ومصر يشاركون. القادم خلينا نشوف المنتخبات البقية ايش راح تسوي.